السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. مكملين في سلسلة حاجات رمضان، والنهاردة هعمل معاكم مركز العصير بتاع الكركديه. هنعمله النهاردة بنوعين، السايل والبودرة. بجد هيوفر عليكي وقت كتير جدا ومجهود في رمضان. لما هتعمليه هيعمل معاكي كمية كبيرة جدا من الكركديه، هتنفعك ان شاء الله طول الشهر، ويمكن كمان بعد شهر رمضان كمان. فيلا بينا ندخل على الفيديو عشان نعرف طريقته ومقاديره. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة اطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا على طول. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة. أول نوع هنعمله هو الكركديه السايل أو المركز السايل. عبارة عن إيه بقى؟ هجيب حلة وأحط فيها 3 كوبايات من الكركديه. بستخدم نوع الكركديه اللي هو بيبقى عبارة عن زهرات زي ما انتم شايفين كده، مش اللي هو بيبقى مفرفت شوية. ده بيديكي أحلى نتيجة، اللي هو الكركديه الأسواني. هبدأ احط عليه قد ايه بقى من السكر؟ احط عليه 6 كوبايات من السكر، يعني ضعف كمية الكوبايات اللي هتحطيها من الكركديه هيبقى سكر. ونص كمية السكر اللي انا هحطها هتبقى مية، يعني انا حطيت 3 كركديه و3 مية و6 سكر. تمام كده. هحط التالتة اهي مية. بعد كده هنجيب بقى الاسباتيولا ونبدأ نقلب كل اللي احنا حطيناه ده كله مع بعضه، لان طبعا كمية السكر كتير فمش هينفع نسيبه كده من غير ما نقلبه. ابدأي قلبي كده فيه لحد ما تحسي ان كل المكونات ابتدت تمتزج مع بعض الى حد ما. تمام. طبعا السكر مش هيدوب في المرحلة دي خالص، يعني فلازم نحطه الاول على النار، والنار هي اللي هتخليه يدوب معاه. هنرفع بقى دلوقتي الحلة بتاعتنا كده على النار، ونبدأ بقى برضو ايدك ما تسيبش التقليب كده، قلبي واحدة واحدة لحد ما يبدأ يغلي معايا. وتتأكدي تماما ان السكر اللي انت حطاه ده مش راقد تحت كده، وان هو ابتدى يدوب معايا. كده خلاص السكر بدأ يدوب معايا وابتدت تغلي معايا اهي زي ما انتم شايفين. في المرحلة دي هروح جاية مغطية عليها الحلة، واسيبها واوطي النار شوية، ما خليهاش عالية كده، واسيبها بقى لمدة قد ايه؟ ربع ساعة. تاخد تدي مع بعضها كده لحد ما يتقل معايا ويركز معايا المركز ده. في الاخر خالص انا حطيت دلوقتي ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، وده المادة الحافظة اللي هحطها للمركز ده عشان يعيش معايا وقت طويل. بعد كده هديله غلوة. بعد ما حطيت ملح الليمون لازم ياخد له غلوة بيها كده كمان، يعني لمدة حوالي ايه؟ دقيقتين 3 كده اهو زي ما انتم شايفين. انا سبته لحد ما بدأ يغلي ويرفع معايا جامد. واول ما يبدأ يغلي وياخد الغلوة اللي انا عايزاها دي، هروح جاية خلاص طفي عليه، ويبقى كده المركز بتاعي جاهز وتمام. اهو كده خلاص انا طفيت عليه. بعد كده هنجيب بقى مصفى تكون ضيقة شوية، وهبدأ دلوقتي كده أصفي المركز ده بعد ما هدى شوية طبعا من على النار. يعني سبته لمدة حوالي 10 دقايق ولا حاجة، وبدأت بقى أصفيه في مصفى ضيقة، طبعا عشان الشوائب اللي موجودة في الكركديه ما تنزلش معايا في المركز ده. بعد ما خلصت كمية المركز بتاعي صفيتها خلاص كلها. طبعا لازم تكوني محضرة ازازة تكون متعقمة ازاي؟ ان انتي بتدخليها الفرن يكون سخن جدا، سيبيها لمدة حوالي 5 دقايق بس كده في الفرن وتتعقم. وبعد كده ابداي طلعيها وخلي بالك كمان وانتي بتمسكيها انها تكون معقمة تماما عشان ما تلوثهاش. وابداي بعد كده تسيبيها تبرد شوية، وبعد كده نبدأ نحط فيها المركز اللي احنا صفيناه ده. بالنسبة بقى لبقية الكركديه اللي فضل مني مطرح ما صفيت الكركديه، فانا مش هرميه برضو، انا هكمل عليه. هحط عليه 2 لتر من المية، وهديله غلوة للمرة التانية. وده بقى هيبقى كركديه للشرب على طول مباشرة، مش هيبقى مركز. يعني ده كركديه عادي جدا. بس انا عشان الكركديه ده كان فيه سكر لسه، وكان فيه لسه ممكن اطلع منه كمية من الكركديه، فانا استحرمت ان انا ارميه. لكن طلع معايا احلى كمية كركديه بتاع حوالي لتر ونص من الكركديه، وما حطيتش سكر خالص. بالنسبه للنوع التاني من الكركديه وهو البودره، جبت كوبايتين من الكركديه، وهبدا اجيب المطحنه بتاعه الخلاط اللي هي بتاعه التوابل، وهبدا دلوقتي احط فيها الكركديه زي ما انتم شايفين كده. وابدأي بقى اطحنيهم كويس قوي. حاولي كده تطحني الكركديه بتاعك، عايزاه يبقى طحن جامد بحيث ان هو يبقى بودره معايا. طبعا مجرد ما بتطحنيه هو بياخدش يعني ضربتين 3 وبيطحن تمام، بيبقى عامل الشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. طيب هعمل ايه بعد كده؟ لازم تنخليه.
ولما تنخليه يكون المنخل بتاعك ضيق جدا، ما يكونش مصفى ولا حاجة، لا انا عايزة منخل يكون ضيق قوي، عشان بيبقى فيه برضو حاجات ما اتطحنتش كويس، فانا مش عايزاها تنزل معايا في البودرة اللي انا عايزة انزلها دي، تبقى بودرة ناعمة جدا اللي نزلت تحت دي. تمام. بعد كده بعد ما خلاص انا خلت كل كمية الكركديه اللي هما الكوبايتين، هحط عليهم بقى كوباية من السكر، سكر عادي مش بودرة ولا حاجة، واحط كمان ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، وابدأي بقى اخلطي كل المكونات دي مع بعضها، السكر مع الكركديه اللي احنا طحناه مع ملح الليمون. وطبعا هنا ملح الليمون برضو مادة حافظة، مهما يقعد معاكي من السنة للسنة عمره ما يحصل له حاجة ابدا. ابدأي كده بقى اخلطي كله على بعضه زي ما انت شايفة لحد ما يمتزجوا مع بعض. وبعد كده هجيب برطمان واكون برضو معقماه كويس جدا، وابدأ اعبي بقى فيه البودرة دي. تمام. اهم حاجة ان انتي تخلي بالك من تعقيم الحاجات اللي انتي بتحطي فيها، علشان الحاجة دي تعيش معاكي فترة طويلة وما تبص معاكي. هبدأ بقى دلوقتي اعبي البرطمان كده بالبودرة دي، وده كده شكله. كده يبقى معانا 3 انواع من الكركديه، كركديه مركز وكركديه بودرة، وزي ما قلت لكم 1.5 لتر من الكركديه اللي هي بقية الكركديه بتاع المركز. تمام كده. كده معايا كمية محترمة جدا من الكركديه. تعالوا بقى نشوف طريقة الاستخدام عاملة ازاي. بالنسبة للكركديه المركز انا هحط منه ربع كوباية بس كده، او اقل كمان من ربع كوباية، وكمان هزود بقى مية عادية جدا. هنا انا لما حطيت المية هحط مية فقط لا غير، مش هحط سكر، لان هو اصلا فيه كمية سكر كافية جدا وحلو ومظبوط 100%. يبقى الربع كوباية مركز والباقي هتكمليه مية، ويبقى معاكي احلى كوباية كركديه. بالنسبة للنوع التاني وهو البودرة، طريقة استخدامه برضو هتجيبي كوباية تحطيها في الكاس كده، كوباية مية، وهنجيب كمان البودرة بقى بتاعتنا ونحط منها معلقتين صغيرين من البودرة بتاعة الكركديه على كل كوباية، وتبدأي تقلبي كده كويس برضو قوي لحد ما يبدأ تحسي ان اللون بتاعه يعني بقى تمام. والسكر برضو هنا على حسب رغبتك، مش يعني حاسة ان هو عايز سكر تاني فتحطي، لو السكر كده تمام خلاص. ده بالنسبة اللي احنا غليناه بعد كده بقى، برضو جميل جدا ومركز زي ما انتم شايفين. بجد فعلا يا جماعة الحاجات دي بتوفر وقت ومجهود جدا في رمضان، يا ريت تعملوها وتستغلوا الوقت دلوقتي عشان رمضان نبقى فاضيين بإذن الله. بس كده يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو النهاردة هتنسوني في لايك وشير واشتراك للقناة.